تعالوا بثلاث مكونات بس هنعمل احلى كريم كراميل، ومش هياخد منكم اي وقت، وهيتعمل بسهوله جدا ويطلع معاكم ناجح وناعم بالطريقه دي. هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا طاسه على النار وهنبدا نكرمل السكر فيها، حطينا فيها كوبايه من السكر، وهنستنى شويه لحد ما السكر يبدا يلون زي انتم ما شايفين كده. مش هنقلبه خالص ولا هنيجي جنبه، ممكن نهز بس الطاسه لحد ما يبدا السكر يتكرمل من الجناب. اول ما السكر يبدا يكرمل بنبدا نقلبه من الجناب واحده واحده بالسباتيولا او معلقه خشب او حسب المعلقه اللي معاكي، بس يستحسن ان هي تكون معلقه سيليكون. وبعدين بنبدا نقلبه لحد ما يبدا خلاص يبقى ناعم كده، وطفيت عليه النار وبرده ايدي مستمره فيه لحد ما الاقيه القوام بتاعه ناعم جدا، مفيهوش اي تكتلات او اي حبيبات من السكر. وخلاص وهو سخن لسه ببدا افضيه في القوالب بتاعتي. الموضوع سهل جدا، بس خلي بالك جدا عشان اللسعه بتاعته وحشه قوي، وربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. معايا طبق تاني ببدا احط فيه 6 من البيض، وحاولي يكون البيض بتاعك درجه حراره المطبخ، يعني تكوني خارجاه قبليه بشويه من التلاجة عشان نقوم نبدا نحط عليه اللبن ما يعملش منك تكتلات. وحطيت عليهم معلقه من الفانيليا ورشه من الملح وكوبايه من السكر، وهبدا اقلبه كويس اول لحد ما الخليط دوت ينعم، يبقى السكر داب. عايزه تعملي في الخلاط برضو انت حره. كنت غاليه كيلو من اللبن وسيبته يهدى شويه، ما سبتوش يبرد خالص، سبته يهدى شويه صغيرين. بس اللبن سخن، يعني انت لو حطيتي ايدك عليه مش هتستحمليه. ونبدا ننزل بيه اللبن السخن على البيض، وعلى طول ايدينا بنقلبه كويس قوي. وبعد كده بنبدا نصفيه قبل ما نحطه في القوالب بتاعتنا، على حسب هتعايزه تعمليه في صينيه كامله، تعمليه في قوالب صغيره، تعمليه في قالبين زي ما عامله براحتك. بعد كده بنبدا ناخد القوالب نحطها في صينيه تكون عميقه شويه، ونحط فيها ميه سخنه. بنحاول نغطي نص القالب بالميه السخنه، وبعدين هندخله الفرن بدرجه حراره 180. هيخش اقل من نص ساعه، مش هيكمل نص ساعة. بس انا عملت غلطة، عملتهم في قالبين حجمهم مختلف، ففي واحد استوى وشلته قبليه، والتاني اتأخرت عليه بالظبط 4 دقايق، فالاحراف بتاعته استوت شوية. فهتعمل زي انتم هتشوفوا كده، هتبقى فيها خشنة حبة مش ناعمة، بس مش مشكلة. يعني الاهم حاجة كان طعمه حلو، ما كانش فيه اي مشكلة. بس انتم متغلطوش الغلطة دي، ما تتأخروش عليه في الفرن. وبعدين تحطوه على طول في التلاجة، يعني يبرد شوية صغيرين وبعد كده حطوه على طول في التلاجة. زي انتوا شايفين القالب من جوه لسه ناعم، بس هي المشكلة عندي في الاحراف، هي عملت التكتلات الخفيفة دي. بس مش هتحصل، ما حصلش فيها اي مشكلة، هي لسه ناعمة من جوه وكان طعمها لسه لذيذ. اهم حاجة انك تبصوا على الكريم كراميل قد ايه ناعم وقد ايه شكله متماسك. وكمان مش قادرة اقول لكم على قد ايه طعمه كان جميل. احلى كمان ان انتوا تجيبوه من بره، بس ان شاء الله جربوه، الموضوع سهل جدا وبسيط ومفيهوش اي مشكله. بس انتوا خلي بالكم من ايديكم في موضوع الكراميل، وان شاء الله تجربوه ويطلع معاكم احلى من اللي انا عملته كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو استفدتوا من الفيديو لو حاجه بسيطه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه ونكبر القناه بتاعتنا. اشكركم جدا على المتابعه، السلام عليكم.